الغرور العلمي. شنو يعني الغرور المعرفي؟ الغرور العلمي شنو؟ الغرور آفة أخلاقية لها مجالات متعددة، لكن واحد من مجالاتها وهو المرتبط بما نحن فيه الغرور العلمي. الغرور العلمي هو الذي يحصل عند الإنسان نتيجة تقدمه في الدراسات العلمية المعرفية، نتيجة حيازته على معلومات كثيرة ومتعددة، صير عنده حالة من الغرور بحيث يتصور نفسه من خلال علمه ليس محتاجا لغيره. طيب، طبعا هذا الغرور العلمي إخواني على مستويات، مستوى من مستوياته، شوف شلون يبدأ يتطور. مستوى من مستوياته الشعور بعدم الحاجة إلى أهل الاختصاص في المجالات الأخرى، وهذا طبيب مجاله الطب، لكن تبدأ عند حالة من الغرور العلمي يشعر أنه ليس بحاجة إلى الفقيه مع أنه طبيب وتخصصه في الطب، لكن الغرور العلمي يوصله إلى الشعور بعدم الحاجة إلى الفقيه، إلى أصحاب الاختصاصات الأخرى. هذا مستوى من مستوى الغرور العلمي. مستوى أعلى ازدراء التخصصات الأخرى، مو فقط يشعر بعدم الحاجة إليها، يزدريها. يعني هذا طبيب مثلا أو بروفيسور مثلا في مجال معين، تجي تتكلم وياه عن الفقه مثلا، يقول لك شنو الفقه؟ الفقه حلال حرام أصلا، هذا شنو علم؟ هذا تسميته بالعلم إنما هي مسامحة. الفقه شنو الفقه؟ لذلك يجي بعضهم يقول كيف نسمح لعمامة أن تقود مهندسين؟ هذا مرجع فقيه يقود أطباء ومهندسين وتخصصات أخرى، مع أن هذا الفقيه لم يتقدم في الدراسة الأكاديمية، بينما أنا تقدمت في دراسة الأكاديمية وحزت على شهادات علمية متطورة. الغرور العلمي يصل به إلى درجة ازدراء التخصصات الأخرى. أنت يا أخي من الذي صور لك الفقه هكذا؟ منو قايل لك الفقه هكذا شرع لكل وارد؟ الفقه إخواني إن لم أقل بأنه من أصعب العلوم فهو من أصعب العلوم. الفقه نتيجة لتشعباته توسعاته، إن لم أقل هو أصعب العلوم فهو من أصعبها. تدري المحقق العراقي أعلى الله مقامه، أستاذ المراجع والفقهاء، المحقق العراقي من يجي يتحدث عن عملية الاجتهاد ماذا يقول؟ يقول عملية الاجتهاد كحفر الجبل بإبرة من أجل الوصول إلى نبع صاف فيه. اجتهاد كحفر الجبل بإبرة من أجل الوصول إلى نبع صاف في بطن الجبل. اجتهاد عملية شاقة صعبة. الفقه أمر صعب شاق جدا. تدري أنت بعض الأحكام أنت واصلة إليك الرسالة العملية، حلال حرام واجب مستحب، تدري هذه الأحكام كيف وصلت لك؟ بعض الأحكام الفقهية، شوفوا إخواني، بعض الأحكام الفقهية حكم واحد قد يستغرق من الفقيه 3 أسابيع، يعني هو يريد يستنبط حكم، قد يستغرق عملية الاستنباط 3 أسابيع من أجل الوصول إلى الحكم. وعملية الفقه
عملية الاجتهاد عملية شاقة، لأننا لسنا من أهل الاختصاص، لذلك نحن لسنا مطلعين عليها. اللي واصلنا حلال حرام يستحب مكروه، أما ما ورائيات هذه الأحكام فهي أمور صعبة شائكة معقدة تحتاج إلى ممارسة وخبرة. الغرور المعرفي قد يوصل الإنسان إلى ازدراء التخصصات الأخرى، ويتطور الغرور المعرفي ويوصل الإنسان إلى الانحراف عن الدين. تدري أنت دول بعض الملحدين الذين انحرفوا وألحدوا، تدروا سبب إلحادهم شنو؟ غرور معرفي. هذا يقول لك الآن العلم استطاع أن يحل كل الأشياء، واستطاع أن يعالج كل الأشياء، وإحنا من خلال العلم نستطيع معالجة المسائل المعضلة. بعضهم قايل ومستقبلا سنكتشف سر الموت والحياة وسنكون قادرين على الإحياء والإماتة. غرور علمي، غرور معرفي، أوصلهم هذه الغرور إلى الانحراف عن الدين.